السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني إعدادي الدرس الثالث، العمليات على الأعداد الحقيقية. ده من الدروس السهلة، أفكاره كلها بسيطة، وكمان هتستخدم فيه الآلة الحاسبة بشكل كبير شوية. طيب هو البداية إيه اللي لازم نعرفها؟ لازم نعرف حاجة اسمها الحدود الجذرية المتشابهة. إيه الحدود الجذرية المتشابهة دي بكل بساطة؟ دي عبارة عن إن لازم يكون العددين عندي متشابهين في الجذر والرقم اللي تحت الجذر. يعني مثلا بص كده هنا، جذر 5 2 جذر 5. لاحظ بص كده هنا أهو، جذر 5 أهو، وهنا جذر 5، الرقم اللي تحت الجذر هنا 5 والرقم اللي تحت الجذر هنا 5. طب إيه كلمة متشابهين في الجذر بقى؟ ده جذر تربيعي وده جذر تربيعي. طب الرقمين دول هنا 2 وهنا مفيش، مش مهم، يبقى دول كده على طول متشابهين. طيب بعد كده هنا 3 الجذر التكعيبي ل5 وسالب 2 الجذر التربيعي ل5. تيجي تقولي دول متشابهين، أقول لك لا استنى، هو الرقم اللي تحت الجذر أيوه هنا 5 وأيوه 5، لكن هنا جذر تكعيبي أهو وهنا جذر تربيعي، يبقى على طول دول كده غير، دول كده على طول غير متشابهين. دول غير متشابهين. طيب نكمل الكلام تاني. 4 الجذر التربيعي لاتنين وسالب 3 الجذر التربيعي لاتنين. سيب، انسى المعامل ده خالص، ما تشغلش بالك بالأربعة والتلاتة دي خالص. ده جذر تربيعي وده جذر تربيعي، هنا 2 وهنا 2، أيوه تمام، يبقى دول على طول كده متشابهين. طيب نفس الكلام هنا، 8 الجذر التربيعي ل10 سالب 4 الجذر التربيعي ل10. جذر تربيعي جذر تربيعي، و10 و10، يبقى على طول برضو متشابهين. طيب نفس الكلام هنا، 15 الجذر التكعيبي ل6 و6 الجذر التكعيبي ل15. ايه ده بقى؟ ده بص هنا، هنا 6 هنا 15، يبقى الأرقام اللي تحت الجذر مختلفة، يبقى على طول من غير ما نبص غير متشابهين. طيب نخش على الشريحة اللي بعد كده، العمليات بقى، الجمع والطرح. الجمع والطرح، ايه القصة بتاعتهم في الأعداد الحقيقية؟ بص، الجمع والطرح بيكون مع الحدود المتشابهة فقط. يعني أنا بجمع الحدود المتشابهة فقط، لو حدود مختلفة لا تجمع، وبجمع المعاملات فقط. يعني إيه؟ مثلا 2 جذر 3 زائد 4 جذر 3. اسأل نفسك الأول، دول حدود متشابهة ولا لأ؟ هنا جذر 3 هنا جذر 3، يبقى دي حدود متشابهة. خلاص اكتب جذر 3 كده أهو، واجمع الأرقام اللي قبل الجذر، يعني هنا 2 وهنا 4، يعني 2 زائد 4 ده بيساوي كام؟ 6 جذر 3. بص أهي الاتنين أهي نزلت كده هنا أهي، والأربعة أهي نزلت كده هنا. طيب طبعا أنت مش مهم إنك تعمل كل الكلام ده، أنت ممكن تكتب منك ده على طول، بس أنا بفهمك بس. طب نفس الكلام هنا، 5 الجذر التكعيبي ل3 زائد 4 الجذر التربيعي ل2. طب هنا بص بقى، هنا ده جذر تكعيبي وده تربيعي، يبقى نقول كده لا تجمع، يبقى نكتب كده لا تجمع لأن الحدود مختلفة. لأن الحدود مختلفة. حلو، هنا جذر 3، الجذر التكعيبي ل3، وهنا الجذر التربيعي ل3. طيب بعد كده سالب 3 الجذر التربيعي ل2 زائد 5 الجذر التربيعي ل2. هنا جذر تربيعي وهنا جذر تربيعي، خلاص يبقى هنزل جذر 2 كده أهو، الجذر التربيعي ل2 والجذر التربيعي ل2 يبقى حدود متشابهة. بعد كده هقول بص، سالب 3 زائد 5 أهو. طيب سالب 3 زائد 5 يطلع كام؟ 2، يبقى 2 الجذر التربيعي ل2. طبعا أنت معاك الآلة الحاسبة، اشتغل بيها على طول، بس لازم تكتب لي خطوات.
لازم تكتب خطوات، يعني لازم تكتب الكلام ده كده أهو وتوضح. طيب بعد كده 4 الجذر التربيعي الخمسة ناقص 2 جذر خمسة زائد جذر خمسة ناقص 3 جذر خمسة كده بيساوي. هل هم حدود متشابهة ولا مختلفة؟ تعالى كده نبص. هنا بص كده أهو، جذر خمسة وجذر خمسة حدود متشابهة، خلاص اكتب جذر خمسة كده هنا. تمام، واعمل لي قوس كده، ممكن ما تعملوش على فكرة. يبقى 4 ناقص 2، هنا في هنا رقم مش مكتوب واحد، يبقى نقول كده زائد واحد ناقص 3، ده بيساوي 4 ناقص 2 2، 2 زائد واحد 3، 3 ناقص 3 يبقى كام؟ يطلع كام بقى؟ يطلع صفر جذر خمسة اللي هو بيساوي كام؟ بيساوي صفر. 4 ناقص 2 2، 2 زائد واحد 3، 3 ناقص 3 صفر، يبقى الناتج النهائي للمسألة دي صفر. طيب إيه الضرب والقسمة بقى؟ الضرب والقسمة مش مهم هنا موضوع الجذور متشابهة خالص، هي بس الفكرة إن يكون نفس قيمة الجذر، يعني جذر تربيعي وتربيعي، تكعيبي وتكعيبي، لكن مش مهم الرقم اللي تحت الجذر. المهم بنضرب إزاي؟ بضرب المعامل مع المعامل والجذر مع الجذر، معامل مع معامل وجذر مع جذر. يعني بص كده هنا أهو، شوف هنعمل إيه. تعالى كده أعملها لك بلون مختلف. شوف هنا 7 سالب 7 هتضرب في 5 أهي، وبص كده أهو، وجذر 2 في جذر 2. طيب تعالى كده نعملها أهي، سالب 7 في 5 وجذر 2 في جذر 2. طيب سالب 7 في 5 بسالب 35، وبآلتك الحاسبة جذر 2 في جذر 2 بيساوي 2، يبقى يطلع سالب 70. سالب في موجب بسالب، و35 في 2 ب70. طيب ممكن في حد ممكن يقول لي يا مستر سهل أوي، أنا هضربها كلها على الآلة الحاسبة. أقول لك بص، هي هتطلع صح وهتطلع لك سالب 70 لو كتبت على الآلة الحاسبة صح، لكن أنت مطلوب منك تعمل خطوات، خد بالك من دي كويس أوي، فتبقى فاهم أنت عملت إيه. ضربنا سالب 7 في 5 وجذر 2 في جذر 2. طيب نكمل المسألة. 5 في 6 جذر 7 على 2 جذر 7 في سالب 4. تعالى بص كده اهو، اضرب الرقم في الرقم، الرقم في الرقم اهي، بص كده اهو، الرقم في الرقم، وهنا برضو الرقم في الرقم، ونكمل. طبعا يعني ممكن تختصر في خطوة، بس أنا بمشي معاك خطوة خطوة. 5 في 6 30. طب جذر 7 في جذر هنا؟ مفيش، يبقى ينزل جذر 7 كده. طب هنا 2 في سالب 4 سالب 8، وجذر 7 ينزل. طب حلو قوي. طب ممكن نعمل ايه بعد كده تاني؟ بص هنا لو تلاحظ في جذر 7 هنا وزيه بالظبط جذر 7، خلاص يروحوا مع بعض كده، يبقى عندي 30 على سالب 8. طب 30 على سالب 8 دي اللي هي كام؟ لو قسمنا على الاتنين يبقى 15 على 4، ده الناتج النهائي، سالب 15 على الأربعة. طب السؤال اللي بعد كده 9 على جذر 3. بص بقى، ايه ده يا مستر، دول مختلفين. التسعة هنا مش جذر والتلاتة جذر. بص هنعمل ايه؟ اشتغل على الجذر، هتعمل كده فيه. بص بقى هنعمل ايه بقى، تبقى لك كده بلون تاني عشان تاخد بالك. الجذر ده هكتبه مرة تحت ومرة فوق كده، ونكمل. 9 في جذر 3، 9 جذر 3، جذر 3 في جذر 3 ب3. طيب تعال نعمل القسمة. 9 طبعا أنا هقسم الرقم على الرقم اللي زيه، 9 على التلاتة يطلع 3 جذر 3، يعني جذر 3 ده هينزل زي ما هو كده في الناتج. طيب نفس الكلام، 5 على 3 جذر 3، 5 على 3 جذر 5، نفس القصة بالظبط. بص هنعمل ايه، هنمسح بس اللي يساوي دي كده عشان نبدأ على طول. هنكتب كده اهو فيه. يجي حد يقول لي انا احط هنا 3 جذر 5، اقول لك لا، حط جذر 5 بس اهو. اعمل لك بلون تاني كده عشان تاخد بالك، جذر 5 بس، هنا جذر 5 بس، حطه مرة فوق ومرة تحت. طب نكمل. 5 في جذر 5 يطلع 5 جذر 5،
طيب بص بقى، 3 وهنا مفيش رقم يبقى 3. جذر 5 في جذر 5 ب5. طبعا ده شغل آلة. بص بقى، 5 هتروح مع 5، يبقى عندك جذر 5 على ال3. طيب سؤال بعد كده، 2 في 5، 2 في 7 جذر 5 على جذر 5. طيب بص بقى، دي سهلة جدا. 2 في 7 ب14 جذر 5 على جذر 5. بص، جذر 5 يروح مع جذر 5 يساوي 14. طيب ملاحظات مهمة جدا بقى. بص، لما اجي اقول لك جذر اكس في جذر اكس هيطلع نفس الرقم اللي تحت الجذر، يعني هيطلع الرقم ده من الاخر، بس لازم يكون الاتنين زي بعض. طب لو جذر تكعيبي يبقى 3 مرات، 3 مرات اهي. طب مثلا مثال، جذر 2 في جذر 2 على طول يساوي 2. طب مثلا الجذر التكعيبي ل7 في الجذر التكعيبي ل7 في الجذر التكعيبي ل7 ده بيساوي 7. معلومات بسيطة جدا، وطبعا انت معاك الآلة الحاسبة. نكمل. في بقى حاجة اسمها العمليات على الأعداد الحقيقية. يعني ايه العمليات على الأعداد الحقيقية؟ بص ببساطة خالص كده، خواص العمليات على الأعداد الحقيقية انت خدتها في أولى إعدادي، بس بنعيدها تاني. حاجة اسمها الانغلاق. يعني ايه؟ لو انا ضربت او جمعت اي عددين حقيقيين هيطلع برضو عدد حقيقي اخر. يعني مثلا بص اهو، 2 جذر 5 تمام زائد 3 جذر 5. تعالى كده نجمعهم، دول متشابهين. جذر 5 وجذر 5 متشابهين، يبقى هنزله كده اهو. و2 زائد 3 5. طب لاحظ كده، ده حقيقي اهو، ده حقيقي وده برضو حقيقي، يعني ده كده ار ينتمي لار، وده برضو ينتمي لار، الناتج برضو ينتمي لار. إذا مجموع أي عددين حقيقيين يساوي عدد حقيقي. ونكتب كده هنا أهو، نفس الكلام في الضرب. نفس الكلام في الضرب بالظبط. طب الإبدال، مفيش أسهل منه الإبدال ده. بص مثلا 2 جذر 6 طيب زائد 3 جذر 6. هي بالظبط لو بدلتهم. يعني إيه بدلتهم؟ يعني بدأت ب3 جذر 6، 3 جذر 6 زائد 2 جذر 6. طب إزاي؟ دول مجموعهم كام؟ 5 جذر 6، وهنا مجموعهم 5 جذر 6. طيب بعد كده التجميع أو الدمج بيسموها في بعض الأماكن الدمج. بص بقى، ده أنا بسميه زي الخلاط. يعني خلاط بجمع الأرقام مع بعضها. يعني مثلا بص، 3 زائد 2 زائد 4 ده بيساوي كام؟ نعمل القوس الأول، 2 و4 6، 6 و3 9. ركز. طب بص بقى، أنا هعكس، هدخل هطلع الاتنين بره اهي. بص، هطلع الاتنين بره كده وادخل التلاتة جوه. طيب يبقى ده معناه ايه كده؟ يبقى 2 زائد 3 زائد 4، 3 و4 7 و2 9. إذا لما ببدل الأرقام مع بعضها يطلع نفس الناتج. ده اسمه التجميع. التجميع أو الدمج. طيب نيجي بقى لأهم واحدة، التوزيع. بص بقى، التوزيع دي سهلة جدا. 2 جذر 3، هديك عليها مثال على طول. 2 جذر 3 في القوس 5 جذر 3 ناقص 4. بص، 2 جذر 3 ده كله هيخش على 5 جذر 3 كده، وبعد كده الأربعة. اوعى تنسى دي. طب نكتبها ازاي؟ اهي، والاتنين جذر 3 في 5 جذر 3، حطهم في قوس كده. طيب بعد كده بص بقى، شوف هتعمل ايه بعد كده. حط ناقص اهي وافتح قوس، 2 جذر 3 في 4. تمام كده، سهلة جدا. طب تعالى نكمل. 2 في 5 ب10 أهو، 2 في 5 ب10. جذر 3 في جذر 3
ب3 ناقص 2 في 4 ب8. جذر 3 هينزل لأن مفيش جذر 3 هنا، يبقى ينزل جذر 3 كده على طول. ده بيساوي 3 في 10 ب30، يبقى 30 ناقص 8 جذر 3. دي اسمها خاصية التوزيع. طيب المحايد بقى، المحايد الجمعي هو مين؟ صفر. يعني الصفر ده لو جمعته على أي رقم هيطلع نفس الرقم. الصفر لو جمعته على أي رقم يطلع نفس الرقم. طيب المحايد الضربي واحد، الواحد لو ضربته في أي رقم هيطلع نفس الرقم. طيب المعكوس الجمعي عكس الرقم. يعني مثلا 5 وسالب 5، 6 وسالب 6، 7 وسالب 7. طب المعكوس الضربي مقلوب الرقم. يعني مثلا 3 يبقى 1 على 3، مش بنغير إشارات. موضوع سهل جدا مفهوش أي لخبطة، وهو درس صغير. تعال نحل مسائل عليه. مثلا جه قال لي اوجد قيمة 2 جذر 3 ناقص 3 في 2 جذر 3 زائد 3. بص انت في الوحدة التانية هتاخد طريقة سهلة جدا تحل بيها المسألة دي، بس احنا مؤقتا هنشتغل بشغل الوحدة اللي احنا فيها الأولى. بص هنعمل التوزيع. 2 جذر 3 هيتضرب فيه على طول كده اهو 2 جذر 3 اهو. يعني الأول في الأول 2 جذر 3 2 جذر 3 اهي، حطها في قوس كده. خد 2 جذر 3 تاني اهو، يطلع يروح لمين؟ ل3. يبقى كده زائد 3 في 2 جذر 3. طيب لسه ما خلصناش، استنى. خش بقى على الناقص دي، ناقص 3 في 2 جذر 3. دي بعد كده اهي، ناقص 3 في 2 جذر 3 اهي. خد بالك الناقص 3 هتاخدها معاك تاني، ناقص 3 في 3 يساوي 2 في 2، 2 في 2 ب4، جذر 3 في جذر 3 ب3، زائد 3 في 2 ب6، وجذر 3 هنا ينزل. طيب بعد كده ناقص 3 في 2 ب6، وجذر 3 ينزل، ناقص 3 في 3 ب9. طب لسه ما خلصناش. 3 في 4 ب12. بص بقى هنا بقى، 6 جذر 3 ناقص 6 جذر 3، 6 ناقص 6 صفر. يعني كانوا راحوا مع بعض كده، بس لازم يكونوا حدود متشابهة. خد بالك من الحتة الصغيرة دي عشان أنا ما قلتهاش هنا. لازم يكونوا حدود متشابهة، حدود متشابهة. يعني حدود متشابهة، هنا جذر 3 هنا جذر 3، لكن لو الجذور مختلفة ما ينفعش أجمعهم أو أطرحهم. يبقى هنا 3 في 4 ب12، ودول راحوا مع بعض خلاص عشان إشارات مختلفة، وتنزل ناقص 9 كده. طب ليه إشارات مختلفة؟ هنا زائد وهنا ناقص، كأني بقول 6 ناقص 6 صفر. خلاص، والصفر مش هيأثر في المسألة. 12 ناقص 9 يطلع كام؟ 3. يبقى ناتج النهائي 3. طيب طبعا انت ممكن تسمعها بطريقة تانية في المدرسة عادي جدا، مفيش أي مشكلة، بس أنا هنا بقول لك إن أنت في الوحدة التانية هتاخدها بإذن الله بطريقة أسهل وأجمل. بس خلينا ماشيين خطوة خطوة. 2 جذر 5 زائد 3 كل أس 2، برضه نفس الكلام هتاخدها في الوحدة التانية بطريقة أجمل وأسهل. بس تعالى أقول لك هي أصلها إيه. دي أصلها كده 2 جذر 5 زائد 3. القوس أهو هيتكتب مرة كده ومرة زيه كده كأنهم توأم بالظبط. 2 جذر 5 زائد 3، بس ونطبق نفس الكلام اللي حصل فوق هنا، اللي هو إيه بقى؟ 2 جذر 5 في 2 جذر 5 أو 2 جذر 5 في 2 جذر 5. طيب بعد كده 2 جذر 5 هيروح لمين؟ للتلاتة، يبقى نقول كده زائد 3 في 2 جذر 5. بعد كده التلاتة دي هتخش على جذر 5 ده، زائد 3 في 2 جذر 5. طب آخر حاجة خالص التلاتة هتخش على التلاتة اللي هي 3 في 3. طب تعالى كده أهو، 2 في 2 ب4، جذر 5 في جذر 5 ب5، زائد 3 في 2 6 جذر 5.
زائد 3 في 2 برضو 6 جذر 5. طب زائد 3 في 3 ب9. طب بص تعالى نكمل. 5 في 4 ب20. 6 جذر 5 و6 جذر 5 12 جذر 5. وزائد ال9 تنزل. خلصت المسألة على كده. طيب بعد كده مثلا 2 جذر 2 زائد 3 الجذر التكعيبي ل5 زائد 5 جذر 2 ناقص جذر التكعيبي ل5. طب بص بقى، هنا حدود متشابهة، مسألة حدود مختلفة بس من جواها في حدود متشابهة. فبص بقى هنا، جذر 2 ده تعالى نعملها كده أهو. جذر 2 ده مين شبهه هنا؟ ده بص جذر 2 ده مع ده كده، جذر 2 التاني. طب الجذر التكعيبي ل5 مع ده كده أهو. بس خد بالك انت هتلتزم بقاعدة الإشارات، خد بالك هتلتزم بقاعدة الإشارات. يعني ايه الكلام ده؟ بص بقى، 2 جذر 2 زائد 5 جذر 2 اهي. بص اهي، تعالى نكتبها كده اهي. 2 جذر 2 زائد 5 جذر 2 اهو على جنب. طب بعد كده هنا زائد 3 الجذر التكعيبي ل5 ناقص الجذر التكعيبي ل5. طب تعالى نكمل. 2 جذر 2 زائد 5 جذر 2 يطلع 7 جذر 2. هنا 3 ناقص 5، 3 ناقص 1. 3 ناقص 1 طبعا هنا 1. هنا 1 مش مكتوب. هنا 1 مش مكتوب. 3 ناقص 1 2، يبقى ناقص 2 الجذر التكعيبي ل5. يجي طالب يقول لي طب اعمل ايه بعد كده؟ خلاص سيبها فاضيه، خلصت المساله لان دي كده بقت حدود مختلفه خلاص. اذا الفكره هنا كانت في حدود متشابهه جوه المساله. طب هنا الجذر التكعيبي ل5 كله اس 3 زائد 2 جذر 3. طب سهله جدا. بص بآلتك الحاسبة كده هتضرب الجذر التكعيبي ل5 كل أس 3، عارف يطلع كام؟ هيطلع 5 في 2 الجذر التربيعي ل3. طب ده بيساوي 5 في 2 ب10 جذر 3. تخلص المسألة. طب اللي عايز يفهم دي جت منين؟ بص دي جت منين، دي ليه بقت 5 كده؟ يعني في معلومة قلتها لك من ثواني، قلت لك الجذر التكعيبي ل5 في الجذر التكعيبي ل5 في الجذر التكعيبي ل5 ده بيساوي 5. طيب بعد كده 2 جذر التربيع ل3 في 2 الجذر التربيع ل7 على 7 على 20 جذر 3 على 5 جذر 7. لا المسألة دي عايز تتظبط الأول. بص بقى تعالى نكتبها الأول. 2 جذر 3 في 2 جذر 7 على 7. القسمة دي انت خدتها زمان وانت لسه صغير في ابتدائي، حولها لفي واقلب الكسر. يعني ده هيطلع فوق، ده هينزل تحت كده، يبقى 5 جذر 7 على 20 جذر 3. طب حلو أوي. تعالى بقى كده إيه، بص لو في حاجات متشابهة شيلها مع بعضها. يعني مثلا جذر 3 هنا أهو مع جذر 3 هنا أهو، متشابه من فوق لتحت، متشابه من فوق لتحت. جذر 3 يروح مع جذر 3. طب حلو أوي. طب بص كده، 2 في 2 ب4. 4 في 5 ب20. يبقى كأنها طلعت معايا كده أهو 20. وهنا الجذر 7 في جذر 7 ب7. وهنا 20 برضو تحت في 7. بص 7 مع 7 و20 مع 20 من غير أي ضرب يطلع 1. الناتج النهائي 1. طيب السؤال اللي بعد كده 2 جذر التربيع ل3 في 4 زائد جذر 3 ناقص 4 جذر 3. هنا هنستخدم إيه تفتكر؟ خاصية التوزيع. الحد ده مع القوس ده كله يبقى مع ال4 مرة مع جذر 3 مرة. طيب 2 في 4 8 جذر 3 زائد 2. خد بالك بقى 2 في 1 ب2. جذر 3 في جذر 3 ب3. طيب 4 جذر 3 تنزل زي ما هي اهي. طب نكمل. 8 جذر 3 مع مين؟ مع ال2 في 3 ولا مع 4 جذر 3؟ مع اللي شبهها يبقى 4 جذر 3. يبقى 8 جذر 3 اهي. بص براحة خالص اهي، ناقص 4 مع بعض كده جذر 3.
زائد 2 في 3 ب6. طب 8 جذر 3 ناقص 4 جذر 3 يبقى 4 جذر 3 زائد 6. تيجي تقول لي طب الست دي ما اجمعهاش ليه على 4 تبقى 10؟ اقول لك غلط لانها حدود مختلفة. طيب السؤال اللي بعد كده مثلا الجذر التربيعي لسبعة ناقص واحد أس 2 زائد الجذر التربيعي لسبعة زائد 2 الجذر التربيعي لسبعة ناقص 3. طيب أول حاجة هنفك دي الأول. تعالى نفكها بالراحة خالص. جذر هي ناقص واحد هي 7 ناقص واحد جذر 7 ناقص واحد برضه زائد الكلام ده هنضربه ازاي؟ جذر 7 جذر 7 بكام؟ ب7. طب بعد كده جذر 7 في سالب 3 سالب في موجب بسالب وهنا يبقى 3 جذر 7. طب بعد كده نخش على 2 2 في جذر 7 زائد 2 جذر 7. طيب بعد كده آخر حاجة 2 في سالب 3 بسالب 6. هنا الاتنين موجب وسالب والتلاتة سالب. طب تعالى نعمل دي لسه. جذر 7 في جذر 7 ب7. بعد كده جذر 7 في سالب 1 سالب جذر 7. طب بعد كده سالب 1 في جذر 7 سالب جذر 7. طب بعد كده سالب 1 في سالب 1 سالب في سالب بموجب 1 في 1 بواحد. نكمل بقى المسألة هنا. بص بقى نخش على الجنب ده أو أقول لك على طريقة حلوة. تعالى نعملهم كله نكتب الجنب زي ما كله كده زي ما هو. 3 جذر 7 زائد 2 جذر 7 ناقص 6. ونكمل بقى نعمل كله على خطوة واحدة على سطر واحد. يعني مثلا بص 7 اهي بالأزرق اهي عشان تبقى واضحة لك شوية. 7 رقم اهو ورقم اهو ورقم اهو ورقم اهو. يعني كأني بقول 7 زائد 1 8 8 و7 15 15 ناقص 6 9. يبقى النتيجة الأرقام طلعت 9. طب الجذر 7 بقى سالب جذر 7 ناقص جذر 7 يبقى هنا يطلع كام دول مع بعض؟ سالب 2 جذر 7. طيب سالب 2. طب بص تعالى نكتبها كده في شكل حلو عشان سالب جذر 7 اهي ناقص جذر 7 تمام ناقص 3 جذر 7 زائد 2 جذر 7 اهي 9. تعالى بقى نكمل. ناقص جذر 7 ناقص جذر 7 ناقص 2 جذر 7 ناقص 3 جذر 7 يبقى ناقص 5 جذر 7 زائد 2 جذر 7 يطلع كام بقى؟ يطلع ناقص 3 جذر 7. يبقى الناتج النهائي ناقص 3 جذر 7. ممكن تعملها بالآلة على طول بس ساعتها لازم تكتب لي الفك ده والفك ده تمام وتطلع النتائج بتاعتك عادي. طب نيجي بعد كده خلاص قربنا نخلص. هنا بيقول لك ايه؟ اجعل المقام نسبي. بص هنا المقام عدد غير نسبي. طب عشان اخليه نسبي بص نعمل كده هو فيه اكتب نفس المقام فوق وتحت بس ونكمل. نعمل بقى التوزيع. جذر 2 في جذر 2 ب2 زائد جذر 2 في 3 3 جذر 2. بعد كده هنا جذر 2 في جذر 2 ب2. خلصت المسألة. طيب هنا في فكرة شوية في اللي بعدها. نفس الكلام اجعل المقام عدد نسبي. هنقول فيه بص بقى الحتة دي بقى. هنا أنا هكتب نفس العدد بس هغير الإشارة اللي في النص. يعني هكتب جذر 7 زائد 3 وهنا جذر 7 زائد 3. بغير الإشارة دي. خد بالك نغير الإشارة مهمة أوي دي. بص بقى تعالى نضرب. جذر 7 جذر 7 بجذر 7 ب7. جذر 7 في 3 3 جذر 7. بعد كده 3 في جذر 7 زائد 3 جذر 7. بعد كده آخر حاجة خالص 3 في 3 ب6 ب9 ب9 ب9. طيب طب هنا بقى بص هنا انت هتعرف مستقبلا او الناتج بتاعها دايما هيكون مربع الاول ناقص مربع التاني. مربع الاول ناقص مربع التاني. بس تعالى نفهمها انا عايزك تفهمها. هنا جذر 7 في جذر 7 ب7. طيب بعد كده جذر 7 في 3 زائد 3 جذر 7. طب بعد كده سالب 3 في جذر 7 بناقص 3 جذر 7. بعد كده ناقص 3 في ناقص زائد 3 بناقص 9.
ساعتها بص بقى، ركز كده في الحتة دي، هنا موجب وهنا هنا موجب وهنا سالب وشبه بعض يروحوا مع بعض كده، يبقى عندي 7 ناقص 9. طيب في خطوة جديدة تاني بقى عشان نكمل، نكتب يساوي. هنا خد بالك انت ممكن تسمعها بطريقة يقول لك ايه مربع الأول ناقص مربع التاني، بس أنا فسرتها لك جت منين. 7 زائد 9 16. 3 جذر 3 زائد 3 جذر 7 زائد 3 جذر 7 يبقى يطلع 6 جذر 7. طب تحت دول راح مع بعض، 7 ناقص 9 يطلع ناقص 2. يبقى الناتج النهائي كده ناقص 2، بس لسه ما خلصناش برضه. نقسم بقى 16 على سالب 2 يطلع سالب 8. 6 على 2 يطلع سالب 3 جذر 7. يبقى الناتج النهائي سالب 8 ناقص 3 جذر 7. طيب شريحة كمان أخيرة، إكس بتساوي جذر 5 زائد جذر 2، واي بتساوي جذر 5 ناقص جذر 2. المطلوب في أبسط صورة اوجد إكس زائد واي وإكس واي ناقص 1. طب تعالى كده نكتب أهو. هو عايز أول حاجة إكس، اكتب إكس جذر 5 زائد جذر 2. لازم ده نكتبه، ما نعتمدش على طول، لازم يتكتب. الواي جذر 5 ناقص جذر 2. طيب تحت بقى إكس في واي، يبقى أقول كده جذر 5 زائد جذر 2 جذر 5 ناقص جذر 2 ناقص 1. ده بيساوي، تعالى نكمل، جذر 5 وجذر 5 2 جذر 5. خد بالك بقى هنا جذر 2 هيروح مع جذر 2 لأنهم إشارات مختلفة. طب تحت بص بقى، جذر 5 في جذر 5 بيطلع 5. جذر 5 في سالب جذر 2 يبقى سالب. بص بقى نعملها ازاي بقى، اعمل جذر كده، و5 في 2 ب10. طيب بعد كده جذر 5 جذر 2 في جذر 5 يطلع زائد جذر 10. طيب بعد كده هنا جذر 2 في سالب جذر 2 يطلع سالب 2. نكمل الكلام، هيبقى 2 جذر 5. تحت بص بقى، جذر 10 هيروح مع جذر 10 ويبقى عندي 5 ناقص 2 3. طبعا هنا ما ينفعش أقسم الاتنين على التلاتة، فهنسيبها زي ما هي كده، ده كناتج نهائي. درس سهل جدا، الآلة الحاسبة هتساعدك كتير جدا فيه، بس لازم تكتب خطوات. لازم اكتب كده، ولازم آخر كلمة لازم نكتب خطوات، مهم جدا. بس حل كتير عليه هتلاقي أمورك بإذن الله فيه سهل.